النهارده عندنا تورلي هنعمله على جزئين. هنعمل نصه ورقتين لحمه بالخضار. ماشي، جاهزين حاجتنا كلها، لحمتنا وخضارنا وحاجتنا كلها والصلصه والسمنه والحاجات كلها جاهزه اهي. هنعمله على جزئين، هنعمل ورقتين وهنعمل برام جنب منهم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. الخضار بتاعنا جاهز، طبعا الخضار كله متوفر في السوق، ما نجيبش حاجات مجمده. بسله والجزر، كوسه، بطاطس، فاصوليا، يعني كل الحاجه اللي هي موجوده. تمام، نبدا نجمعهم مع بعضينا كده. ادي حاجه كده نجمع ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، البصل، بصل وفلفل وخضره وطماطم وحاجاتنا كلها مع بعضيها برضه هنحطها فوق منها كده. بنجمع كله على بعضيه. تمام كده. نجيبه الصلصه بتاعتنا. ماشي، هي دي الصلصه بتاعتنا، نحطهم كده عليهم، نجمع كله على بعضيه كده. تمام. ماشي، نحط هنا معلقه توم صغيره. التوم ده اللي بيبقى ني ده طالما هو جاهز في البيت بيساعدك وبيخليك ايه يعني، يشجعك انك تعمل اي حاجه. التوم بالذات اللي هو احنا نفصصه، ما بنقشروش، ما نفرموش زي ما هو بقشره. احنا بنفصصه كده الاول وبعدين بنضربه بالكبه. تمام. هنا عندك فلفل اللي هو برضه الفلفل الاحمر جاهز مفروم. حاجتك طالما جاهزه ما بتفرقش معاكي اي حاجه، بتلاقي نفسك انت بيشجعك ان انت تعملي اي حاجه. تمام. ادي كده حضرنا حاجتنا كلها. تمام. وادي الثوم وحاجتنا شلناها كده على جنب. تمام. ماشي، نحط بقى ملحنا. ادي الملح بتاعنا برضه نحطه بالمعلقه برضه. معلقه ملح على شويه دول، كمان نحط لها ربع معلقه ملح كمان. تمام. نحطه كمان شويه فلفل اسود، بس ايه كده ايه يعني، لان فلفل اخضر، في فلفل اخضر وفي فلفل احمر، بس برضو كده. ونحطوا سمنتنا كمان عشان خاطر تتقلب فيه مع بعضيهم كده كلهم على بعض. حاجتنا كلها كده جاهزه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ماشي، الخضار بتشم ريحته طالما طازه يعني، وهو لسه ما اتعملش ما اتحطش في الفرن. تمام. احنا حاجتنا كده هتشوفوا دلوقتي هتبقى عامله ازاي. يعني هو ده كده مش عايز، على فكره مش عايز لا لحم ولا فراخ ولا اي حاجه فيه. احنا بنحط لحمه فيه بس كده ايه عشان الطعم. وبعدين اللحمه لو مش فيليتو، الفيليتو بتبقى طريه بتستوي، بتشم النار بتستوي. ده اللي بيشوحوها بيعملوها كده، بتبقى زي صدور الفراخ. صح، اللحمه الفيليتو بالذات بتبقى زي صدور الفراخ، بتبقى اقل حاجه بتسويها. تمام كده. احنا حاجتنا كلها جاهزه. نعمله ورقتين اللحمه الاول. تمام، وبعدين نخش على البرام. ادي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي فلفل هنا اهي عشان خاطر ورقه الالومنيوم ما تلزقش في الارضيه بتاعت الرخام. ماشي، نقلب بس ده كويس جدا عشان يبقى كله طعم واحد، ملحه وحاجته كلها واخده شكل واحد. اظن شايفين الخضار شكله عامل ازاي. تمام. احنا اللحمه يعني ايه بتتحط معاهم بس عشان خاطر تبقى طعمها فيها لحمه وفيها ان شاء الله ان هي بفرط يعني. ماشي، ادي اللحمه بتاعتها كمان فيها. ماشي كده. بعدين نطبقها بتبقى ملمومه، مفيش الصوص بتاعها يفضل منها فيها كده. نحطها في قلب البرام زي ما احنا، والتانية نفس الحكايه هنعملها زيها برضو. تمام. طبعا فيها حاجتها كلها، الملح والسمنه والزيت، كل حاجتنا في قلب منها. تمام. معلش تلزق ثواني كده اطلعها لكم. مش هنحط هنا شويه
في البرام قبل ما تنزل الورق الألمونيا برضه نفس حكاية البرام، نفس الطريقة. البرام بتاعنا كده كده احنا تقريبا جهزنا حاجتنا. نشوف الصوص كده مش طبعا. تمام كده. تعالى كده نضيف ادي الورقه الثانيه كده. دي برضه حطيناهم دول في برام عشان خاطر كده احنا هنولع الفرن. تمام كده يتحطوا دول ايه في قلب الرنج مع بعضهم كده. نجيبهم نعملوا ايه؟ نعملوا شكل كده. ماشي. بس الطماطمات دي تتقطع بس ايه عشان ايه اللحمه ما تنشفش ايه فوق الوش وكده وتبقى ليها منظر كده. ماشي كده احنا جاهزين للبرام وجاهزين لكل حاجتنا. البرام ده طبعا مش هيتحط كده، لازم يتحط له ميه عشان خاطر ايه ما ينشفش في قلب الفرن. نحط له كده معدل ازازه ونص، ازازتين ميه كده من اللي هم ايه الصغيرين دول، ونولع الفرن ونحط له برام هنغطيه ونغطيه بورقه المونيا برده البرام. تمام عشان خاطر يبقى كده احنا ايه كده حاجتنا جاهزه على الفرن. تمام ماشي. جاهزين كده على الفرن. ماشي هنستأذنكم 10 دقايق ربع ساعة لغاية ما ياخدوا سواهم ونرجعوا لكم تاني بإذن الله. مفيش مشكلة. ماشي؟ أوكي؟ يلا بينا.